السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة لإزالة النقط السوداء اللي في الوجه، وهي السبب الرئيسي اللي كيخلي البشرة ديال الوجه كتبان متسخة وغير نظيفة. هاد الوصفة سهلة جدا، يمكن لك تستعمليها مرة في الأسبوع. بالنسبه للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفه، غنحتاج صابون حجره طبيعي او صابون خالي من اي روائح المواد الكيماويه، وغادي نحتاج ايضا معجون الاسنان او سينيال. بالنسبه لطريقه عمل هذه الوصفه، اولا اغسلي وجهك بالصابون جيدا مع فرك البشره حتى تتبين الرغوه على الوجه، وبعدها اضيفي فوقها معجون الاسنان. قومي بالفرك مرة أخرى جيدا، وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء، وستلاحظين النتيجة الواضحة في إزالة الأوساخ والشوائب الموجودة في الوجه. هذه الوصفة يمكن جميع الناس يستعملوها. بالنسبة للبنات اللي خافوا أن هذه الوصفة تسبب لهم حساسية، فيمكن لهم يجربوا هذه الوصفة على منطقة من العنق. إذا لم تسبب لكم أي احمرار في البشرة فيمكن لكم تستعملوا هذه الوصفة. هذا الشيء كينطبق على جميع الوصفات اللي كنقدم لكم. دائما جربوها في منطقة من العنق. إن لم تسبب اي احمرار فيمكن لكم تجربوا هاد الوصفات. شكرا على التتبع ديالكم، كنتمنى نكون فدتكم وقدمت لكم وصفه سهله وخفيفه وبمكونات متواجده في البيت ديالكم. ان شاء الله انتظروا مني وصفات قادمه كلها مفيده لكم. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا في القناه. للاطلاع على المزيد من الوصفات يمكنكم زياره الموقعين chefmariem.com، ايضا موقع شهواتي. الى اللقاء، الى فيديو قادم، حلقه قادمه باذن الله.